بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم الساده وعشاق متابعي الساحره المستديره وموقع بورتو سبورت. محدثكم كريم سالم، ولقاء يتجدد مع احدى مباريات الدرجه الثالثه المجموعه السابعه، ولقاء يجمع بين بورفؤاد والرباط والانوار. يمثل صاحب الارض نادي بورفؤاد في لقاء اليوم. في حراسه المرمى محمد عاطف، خط الدفاع من اليمين للشمال اسلام بركات 8، احمد مسعد 2، محمد عوض الله رقم 3، ومحمد الموافي بالقميص رقم 13. في وسط الملعب هناك الثلاثي احمد سكسك بالقميص رقم 28، عبد الله عبد الرؤوف بالقميص رقم 14، وعبد الرحمن كاستيلو 21. في الهجوم مثلث هجومي متميز في قاعدته الثنائي احمد وفائي 10 وهشام البطوط 7، وفي المقدمه هداف المجموعه عبد العزيز عبد المولى او زيزو بالقميص رقم 17. اما نادي الرباط والانوار النهارده كتيبه ابراهيم العربي المدير الفني المتميز الشاب المتالق. ففي حراسه المرمى احمد فياض، خط الدفاع من اليمين للشمال سعيد عزت 12، مجدي مندو 8، احمد ناصر 3، وعبد الواحد ابراهيم 17. في وسط الملعب هناك الثلاثي عمر شحاته 6، منير الدسوقي 4، احمد عبد السلام 22. ومثلث هجومي متميز كالعاده في قاعدته الحريف والمهاري اسلام كهربا 11، محمد شعبان البله 29، وعدوي عاكف المهاجم المحترف المتألق دائما بالقميص رقم 20، واللي كان لسه جاي يعني في الانتقالات الشتويه من نادي مطروح في صفقه تعتبر كبيره بالنسبه للانديه البورسعيديه وفي الدرجه الثالثه. اماميه لمنير البله بيسدد من بعيد، بيستغل كده خروج محمد عاطف حارس مرمى بورفؤاد، لكن ما ينفذهاش بالشكل المثالي. يعني العقل قال له الاشاره والجسم ما اداش منتصف الملعب. مره ثانيه الوفائي، تمريرات قصيره ثنائيه ما بين الثنائي المتميز اسلام بركات وكره عاليه، والهدف الاول للاعب الكبير زيزو. زيزو عايز تغيظه، هات له زيزو. هدف ولا اروع ولا اجمل بعد خطأ كده من حارس مرمى نادي الرباط فياض، علشان زيزو يحرز الهدف الاول المبكر جدا ويضع نادي بورفؤاد في المقدمه. زي ما بقول لحضراتكم الدوافع موجوده عند نادي بورفؤاد. مبكر شويه يا عبد العزيز، لكن انا فاهم هو بيحتفل ليه، والمبالغه في الاحتفال كانت ليه؟ للصيام عن التهديف لفتره طويله. عبد العزيز هداف المجموعه، عبد العزيز هداف متميز جدا. الكره عندته شويه لكن رجع لطبيعته، ما هي دي طبيعه الهداف، لازم يلف وهيجي له الكوره. مره ثانيه هشام البطوط بيحاول يستغل كده الدربكه الدفاعيه ودربكه حارس المرمى. النهارده فياض مش في المستوى. مره ثانيه الموافي يمرر لوفائي، الموافي بعرض الملعب لعب عزيز تطول منه، منير الدسوقي وعاليه، وعاطف بقبضه اليد ولا اروع ولا اجمل. سكسك يلعب كوره لعبد العزيز عموله، يهيئها لموافي الجانب الايسر، عرضيه مثاليه ما تلاقيش المتابع. شعبان يقف على كورته شعبان وبيلعب عرضيه متميزه، لكن بعرض الملعب كده، لكن والله مجدي مندو يطلعها كده. اسلام بركات يقف على كورته، لكن والله عوض الله بشكل متميز جدا يشتت. عبد الله بيلعب كره اماميه رائعه للموافي بعرض الملعب. الموافي حكم اللقاء بيقول مفيش حاجه. يا راجل مره ثانيه تروح لعبد العزيز عبموله داخل منطقه الجزاء، خطيره لموافي للمولى. عبد العزيز عبموله زيزو قرار، لكن حكم اللقاء ما بيحتسبش ضربة جزاء، يعني من وجهة نظري صحيحة 100%. تروح لسكسك داخل منطقة الجزاء. بتوقف ايه يا راجل يا احمد يا سعد؟ ضربة ركنية لصالح بورفؤاد اللي ضاغط بشكل كبير، ضاغط بكل قواه، وضربة ركنية عالية يشتت الكرة ناسا علشان تقع كده على قوس المنطقة. الكاستيلو تسديدة قوية صاروخية ولا أروع ولا أجمل، بيتصدى ليها أحمد فياض حارس الرباط والأنوار بكل كفة، يطلعها المتميز عبد السلام، يروح عبد العزيز، خطيرة عبد العزيز عمولة. زيزو يا راجل يا زيزو، لكن عمل تغطية عبد الواحد إبراهيم عليه بشكل كبير كده. حكم اللقاء بيقول مفيش حاجة. هناك شوط ثاني بأكمله للمباراة المثيرة. مرة تانية تتلعب الضربة الحرة عالية داخل منطقة الجزاء، وخطيرة العاطف اللي بيمسك بكورته 10 على 10، وكالعادة بيرتدي قفاز الإجادة. تتلعب رمية التماس سريعة داخل منطقة الجزاء بعرض الملعب. مرة تانية يلعبها سعيد عزت، خطيرة
خطيره خطيره خطيره، وتشتيته كده من عوض الله. عوض الله يقف على كورته 10 على 10. عبد السلام يلعبها بسرعه في الجنب اليمين عند سعيد عزت. سعيد اللي واقف على كورته. سعيد بيلعب عرضيه داخل منطقه الجزاء، طالع من اعلى نقطه عاطف. وزي ما بقول لحضراتكم عاطف كالعاده بيرتدي قفاز الاجاده، بيقدم لنا فاصل فني متميز في حراسه المرمى حتى المتميز محمد الموافي، ومعاها بيطلق صافرته الكابتن محمد عبد الوهاب حكم اللقاء معلنا عن انتهاء الشوط الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستأنف مع حضراتكم احداث الشوط الثاني في اللقاء ما بين نادي بورفؤاد ونادي الرباط والانوار، واللي تقدم فيه بورفؤاد وانتهى بنتيجه 1 مقابل لا شيء لنادي الرباط والانوار. كان احرز الهدف عبد العزيز عبموله في الدقيقه 3 من احداث الشوط الاول والمباراه. تغييرين تموا كده في صفوف نادي الرباط والانوار بخروج منير الدسوقي صاحب القميص رقم 4، وعدوي عاكف صاحب القميص رقم 20، ونزول كريم طه صاحب القميص رقم 7، وعمرو علاء بالقميص رقم 34. اما نادي بورفؤاد فحدث تغيير واحد فقط بخروج احمد الوفائي المتالق والمتميز بالقميص رقم 10، ونزول بدلا منه ميشو القادم حديثا بالقميص رقم 22. لكن ما يلاقيش المتابع، ما يلاقيش غير اقدام الموافي اللي بيلعب كره اماميه في اتجاه هشام البطوط. هشام لكن يقف ويمسك كورته 10 على 10. احمد فياض حارس الرباط، عمر اللي بيلعب كرة عالية، عمر داخل منطقة الجزاء خطيرة، لكن كالعادة بيرتدي قفاز الإجادة الحارس المتميز محمد عاطف، وأكتر حارس اخترناه في صفوف فريق الأسبوع مع المتميز الكابتن عمرو عمار رئيس مجلس إدارة موقع بورت سبورت وصفحة بورت سبورت على الفيس. إسلام كهربا بيحاول يستغل سرعاته، لكن زي ما بقول لحضراتكم في حصار دفاع عليه. إسلام بيلعب كرة أمامية خطيرة 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 بكريم لكن 10 على 10 المتألق المتميز حارس مرمى بورفؤاد محمد ضربة حرة مباشرة. مندو اللي بيلعب كرة أمامية عالية داخل منطقة الجزاء خطيرة بتسقط لزكريا، وتسديدة قوية. عمرو علاء بيلعب كرة أمامية في اتجاه اللي لسه نازل فريش السيد ربيع من أصحاب السرعات زي ما بيقولوا لي، مواليد 2005 من اللعيبة صغار السن واصحاب السرعات والقوه، بسم الله ما شاء الله، شباب وحيوي. باكه كده مش مطلوبه، لكن تتشتت مره ثانيه علشان تروح للاعب عبد السلام يرجعها لحارس مرمى فياض لعبد السلام مره ثانيه. عزيز عبموله، عبد العزيز يقطعها خطيره، عبد العزيز يعدي من الجانب الايسر، عبد العزيز خطيره داخل منطقه الجزاء، بيحاول يعدي ويفوت لكن يقطعها من قصاده سعيد عزت مباشره. تتقطع من الجانب الايسر كريم الشبلي اللي بيحاول يعدي ويفوت، كريم وبيعدي داخل منطقه الجزاء خطيره بعرض الملعب، تسديده اي كلام تسديده من اللاعب صاحب القميص رقم 34 عمرو علاء. ضربه حره مباشره تتلعب داخل منطقه الجزاء خطيره من امام متعب، ومره ثانيه مزدوجه خلفيه من عبد العزيز خطيره داخل منطقه الجزاء، تروح لمتعب يوقف كورته رايحه في اتجاه عبد العزيز وخطيره داخل منطقه الجزاء، وحكم اللقاء بيقول ايه؟ بيقول ضربه. ما يلاقيش غير ناسا اللي بيلعب كره اماميه في اتجاه عمرو علاء الخميس اللي بيلعب كرة عالية داخل منطقة الجزاء خطيرة، ويمسك بكورته 10 على 10 كالعادة، بيرتدي قفاز الإجادة الحارس المتميز محمد عاطف، بيتعرض كده لاحتكاك مع اللاعب السيد ربيع، وخطيرة من زكريا داخل منطقة الجزاء، ويمسك بكورته 10 على 10 المتميز محمد عاطف حارس بورفؤاد اللي واقف وحيدا بيهيئها بشكل رائع لميشو داخل منطقة الجزاء خطيرة. ميشو وحكم اللقاء بيقول ايه؟ هيدي الميشو كارت اصفر للسيميليشن للتحقيق. تتلعب على الارض ارضيه خطيره مره ثانيه الضره بيشتت الكوره، تروح خطيره داخل منطقه الجزاء للمتميز، وتسديده من عمرو علاء، ومره ثانيه بيرجع كده الحارس مرماه لكن ضره يشتتها، وبيطلق معاها حكم اللقاء الكابتن محمد عبد الوهاب حكم اللقاء صافرته معلنا انتهاء احداث الشوط الثاني والمباراه بفوز بورفؤاد بهدف نظيف احرزه اللاعب عبد العزيز عبموله في الدقيقه 3 من احداث الشوط الاول. سعدنا بصحبتكم على مدار 90 دقيقه، كان معكم كريم سالم معلقا على احداث اللقاء، واحمد يوشع مصورا للفيديو، وميدو عثمان مصورا للفوتوغرافيا تحت رعايه رئيس مجلس اداره موقع بورت سبورت الكابتن المتميز عمرو عمار. شكرا لحضراتكم، على امل اللقاء في لقاءات اخرى قادمه. شكرا.